رمضان جالك والشيطان اتصفى وبتقول ازاي بقع في نفس الذنوب اللي كنت بقع فيها. اول ما بيبدأ رمضان بنسمع الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين. يعني الشياطين بتتربط؟ ايوه طبعا، بس هل كده المعاصي بتختفي؟ لا، لأن الصراع الحقيقي في رمضان مش مع الشيطان بس، لكن مع نفسك يا معلم. ليه بنحس إن المعاصي لسه موجودة؟ لأن الشيطان كان شغال عليك طول السنة وساب في قلبك ونفسك آثار. ده غير نفسك الأمارة بالسوء، وهي اللي بتفضل تحاربك حتى وهو متربط. نفسك دي اللي بتخليك تتكسل عن الصلاة، تضيع وقتك على الفاضي، تتضايق بسرعة، وتقع في نفس الذنوب القديمة. لو كنت بتقول أنا كده بسبب الشيطان، أهو الشيطان مش معاك دلوقتي، يبقى دي فرصتك تثبت إنك تقدر تتغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فهمت إزاي؟ حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما